هو انا فعلا هقدر احل كويس في الامتحان؟ طب هعمل ايه لو دخلت الامتحان ونسيت كل حاجة؟ مخاوف طبيعية ممكن اي طالب منكم يمر بيها ويفكر فيها قبل الامتحان. مجموعة من الباحثين في جامعة شيكاغو اكتشفوا ان الطلاب اللي خدوا قبل الامتحان 10 دقايق بس بيكتبوا كل مخاوفهم اللي عندهم قبل الامتحان، كان ادائهم في الامتحانات احسن بكتير من الطلاب اللي ما كانوش بيكتبوا مخاوفهم. طب ده ليه؟ لان في دكتوره في علم النفس اكتشفت ان الكتابه التعبيريه، او ان انا اعبر عن افكاري وعن مشاعري بالكتابه، بيساعد بشكل كبير ان هو يخلق متنفس من واحد ان هو يطلع الافكار السلبيه اللي ممكن تكون عائق قدامه في ان هو يحقق او ممكن تاثر على ثقته بنفسه. فمهم قوي لو انا مريت بمرحله ان انا خايف بعد كل مذاكرتي وتعبي اللي انا عملته ده انسى كل حاجه او ما احلش كل حاجه، قبل الامتحان اكتب انا خايف من ايه، خايف من 1 2 3، وما تنسوش تدعوا ربنا سبحانه وتعالى وتتوكلوا عليه، لان ده اكيد عنصر اساسي في ان الواحد ينجح، وربنا ما بيضيعش تعب حد.